الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ومين قال لك ان انا عايز ميه بملح؟ انا مش عايز حاجه، وعشان تاخدي التقيله انا هتجوز عليك بصراحه كده. ايه؟ تتجوز عليا؟ ليه عملت لك ايه عشان تتجوز عليا بعد ده كله؟ ده انا متحمله منك كل حاجه وشتمتك وتهزيئك فيا. دي جزاتي. طب انا هقول لك ليه عايز اتجوز عليك. عشان خاطر الصعايده اللي زي حالاتي عاوزين يخلفوا لهم عيل في الوقت البدري، عشان خاطر احنا بالعربي كده هنحبوا العزوه. وانت ليكي سنه معايا ديكي وما خلفتيش، فبصراحه هتجوز عشان اخلف لي حته عيل، وده اللي عندك. واديك قلت ده هي سنه، في ايه؟ الناس بتقعد بال15 سنه عبال ما بيخلفوا، وانا قلت لك اكتر من مره تعالوا نروح للدكتور ونشوف العيب في مين. انت اللي مش راضي وتيجي تحكم عليا دلوقتي ان انت عايز تتجوز. ايوه هتجوز، وخلاص خدت القرار في دماغي ومش هتنازل عنه، واتكلمت مع اهل العروسه الجديده وكلها يومين وهنروح نكتبوا كتب الكتاب، وخلاص على كده ما تحكيش معاي تاني. لا، الكلام ده مش من دماغك، انت اكيد حد بيلف ورا راسك. انا عملت لك ايه عشان تتجوز عليا؟ وانا مش قابله بالكلام ده على فكره. انا هتصل بابويا ويجي لي النهارده ونشوف حل في الموضوع ده. انا مش قاعده لك في البيت ده ولا دقيقه بعد النهارده. والله تجيبي ابوك تجيبي اخواتك مش هيغيروا شيء برضه. انا خدت القرار زي ما قلت لك ومش هنتنازل عن اللي في دماغي. انا هكلم ابويا يجيلي. الو، ايه يا بابا؟ بعيط يا بابا، مفيش حاجه، انا عايزاك تجيلي دلوقتي. لما تيجي بس هتعرف كل حاجه. ماشي يا بابا، انا مستنياك. سلام. هو يجي لك بقى يتصرف معاك. تعالى يا ابويا. مالك يا بنتي؟ في ايه؟ مد يد عليكي؟ على العموم انا جبت اخوه معاي عشان نعرف كل شيء. اقعد يا عم الحاج واهدي وشوف الموضوع. انتوا خليتوا فيها قعاد زي بعض يا عم الحاج، بس اقعد. ايه يا بنتي؟ شفت هيثم يا بابا؟ شفت عايز يعمل فيا ايه؟ عايز يكسر قلبي وعايز يتجوز عليا. وفي هي يا حنان لما اخويا يتجوز عليك الشرع محلل 4. واه، انت جاي تحل ولا جاي تربط؟ انا مع الحق يا عم